انت واخد بالك؟ سنه ونص بدا يتفجر، ومش في الشغل، ده حاجه بره الشغل كمان. بس انا طبعا يعني اول مره تحصل لي، لو حصلت لي في اي قناه تانية ما بيهمنيش. انت واخد بالك؟ انت ده الواحد معرض، انما لما اكون انا جوه هنا وواحد من الاهلي بيتكلم، اذا انت بتتكلم على حس انك اهلي، بتشتم في حته بيتك. يعني انا راجل ضعيف بقى، مش هقدر، يعني هتبقى عاده بقى. يعني ده كل واحد يطلع تاني يوم رامي المشد بتاع اللي في الملعب المراسل، ايه رايك في كذا؟ يقول لا المعلق بتاعنا مش قال لا، ما ينفعش. انا مش على محمد موسى بيقول لك اينو كان بيلعب في الاولمبي وانت رئيس النادي. اينو؟ اينو كان عندنا؟ لا ما اظنش، ده ابوه كبير ولا ابنه انت عندك ابن كان بيلعب، بس انا مش عارف اقرا الكلمه. لا انا عندي محمد كان بيلعب كان بيلعب ما كملش في الكليه. كان بيلعب في الاولمبي وانت رئيس النادي؟ كان وبعدين ما كانوش بيلعبوه، اتضح ان المدرب كان بياخد فلوس ويقلشه، وانا عملت ديمقراطيه ما كلمتوش. وانت رئيس النادي؟ وانا رئيس النادي. جالي قال لي يا بابا المدرب بيلعب ابن فلان وبياخد فلوس. قلت له بقول لك ايه، انا ابويا كان بيضربني وانا بلعب كوره وطلعت لعيب، انت بان عليك جلخ، واخد بالك؟ وسيبته تصور طلع كلامه صح بعد فتره، وكان لعيب كويس والله. ساعات الديمقراطيه تودي في داهيه. طبعا. لازم يبقى لها انيابه يا كابتن برضه. والله على رأي السادات الله يرحمه. صح كلامك، صح. كابتن بكر، يعني قول لي اتحاد الكوره واللي بيحصل فيه شايفه ازاي دلوقتي، بعد برضه ما خرج او اتشال من عليك عبء انك عضو مجلس اداره اتحاد الكوره؟ بص، اتحاد الكوره ده بيفكرني بايه؟ بمريض، واخد بالك؟ قاعد على سرير يا دوبك بياخد مسكنات لغايه لما مدته تخلص. بس انت فاهمك انت، يعني اي حاجه جديده مش هتلاقي، اي حاجه مش هتلاقي، فانت ما تلوموش في حاجه، في اي حاجه. هي مساله وقت الناس بتقضيه، حتى لو عملت الصح الناس مش مصدقاها، خلاص. فبالتالي اتحاد الكوره ماشي بخطوات كده تنازليه الى ان يخلص الزمن بتاعها، وخصوصا ان معظمهم 8 سنين، فكله مش باكي على حاجه. فبالتالي اي حد يهاجم اتحاد الكوره دلوقتي ما يبقالوش حق، انت بتضرب في حاجه خلاص، انت خد بالك. انما الامل الجديد بقى انك انت يعني تعرف، لو انت عاوز رياضه في مصر كويسه، انتخابات كويسه، لانك انت معظم اعضاء الجمعيات العموميه بتاعت الانديه دي راجل رايح واخد قرار مجلس الاداره وبيحط هو اللي في مخه، ياخد الشيك ويمشي وخلاص، ده كلام. وبعدين الناس عرفت الناس مين فلان محمود بكر رايح يعني الاولمبي، تعال يا عم محمود، ايه رايك، هتعمل ايه، هتسوي ايه؟ بقت هنا بقى اللي عمر الرياضه ما هتصلح في مصر. انا مره اقترحت عليهم، قلت لهم الراجل المندوب اللي يجي يبقى النادي باعت للمجلس القومي الترشيحات بتاعته، واثناء الفرز يشوف محمود بكر جه عطى مين، واخد بالك؟ اذا كان هو عطى زي ما في الاستماره اللي في هناك يبقى خلاص، ما عطاش عضو مجلس الاداره ده يتوقف. بس طبعا طبعا قالوا لك لا، لان احنا عايزين الدنيا كده. ده ولا سامعك حتى، مش قالوا لك لا. كابتن بكر، ايه رايك في الزمالك، او شايف الزمالك ازاي من بدايه الموسم ده مع حسن شحاته والتدعيمات اللي عملها نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ هقول لك حاجه، يعني هو حسن شحاته راجل يعني ايه معروف بالظبط والربط. دخل على الفرقه يعني اتهزت منه شويه، وفضل برضه لازال النجم الاوحد هو اللي شغال بيها، خلاص. لكن مع مرور الوقت حسن عمل شويه شغل، ان هو بدا يكتشف بعض اللعيبه اللي كانت قاعده جوه النادي ومش واخده حقوقها الفنيه، زي احمد سمير الباك اليمين، زي رزاق، انت واخد بالك انت، وبدا يحيي بعض العناصر الثانيه اللي هي يعني ما كانتش في الحسبان، لان كان في ناس كويسه تايهه في وسط النجوم، طلع رحيل، انت واخد بالك انت. وبعدين احمد سليمان عمل شغل كويس قوي مع عبد الواحد السيد، انت واخد بالك. فبالتالي هو حاطط رجله دلوقتي على طريق صح. لكن انت بتشتري صفقات دلوقتي، والصفقات اسمها كويس، لكن هل الصفقه اللي جايه دي هتيجي على لعيب كان بيلعب؟ هل هتعمل مشاكل؟ دي نقطه مهمه. هل اللي انت جايبه هيوفق؟ دي نقطه مهمه. وبعدين صفقاتك اللي في الشتاء ما تبقاش كتيره، لانك لما تجيب كتير هتقدر تغير بسرعه 3-4 مراكز، فممكن تتهز منك الفرقه، واخد بالك. فدي اللي انا خايف بيها على حسن شحاته، لانك انت لما بتعمل صفقات في
في وسط الموسم بتبقى قليله جدا ومؤثره جدا، وبتبيع الراجل اللي جاي مكانه، عشان لما بتقعد ده على ده بيبقى مشاكل. ده رايي يعني. حسام طبعا يعني نادي الزمالك بعوده ممدوح عباس حصل نوع من الدفء ونوع من الثقه شويه، بس نتمنى ان ما يبقاش العمليه شراء لمجرد الشراء. حسام حسن وعودته خلاف كده الزمالك يعني مثلا الزمالك بيشتري لعيبه وعاوز حارس مرمى، صح؟ ايوه، جنب عبد الواحد. فدي برضو من ضمن الثغرات اللي يعني انا اشتري 3 لعيبه وما عنديش بديل لعبد الواحد. صح. وجنش مش واخده من عندكم؟ ما هو جنش ده لسه ناشئ. وحتى لو هو جنش كويس زمانه ناسى الكوره. كابتن بكر حسام حسن يعني وعودته للنادي المصري وظاهره تغيير المدربين تقريبا 75% من الانديه غيرت مدربينها، واحنا لسه ما وصلناش للدور الاول لنهايته. ما هي كل تغييره ولها سبب. يعني النادي المصري طلعت كان اخطأ في حاجه، انه لما اشترى اللعيبه دي ما كانتش كانت في انديه مالهاش جماهير، انديه هيئات، فما قدرتش تواجه الجماهير. خلاص، فاهتز ادائها، زائد ان هو كان لازم يجيب يعني نجوم اكتر نجوميه من اللي جابهم. اللي جابهم يعني تطلعهم للبطوله ما هواش 100%. ماشي. ايوه. الو. ايوه يا كابتن اتفضل. فدي غلطه طلعت رغم ان هو مدرب كويس قوي. يعني فطبعا يعني طلعت كان هيئ الناس ان النادي المصري هينافس على القمه، وده وضع طبيعي ان كامل ابو علي عمل كل حاجه والجماهير موجوده في مقومات النجاح كلها، فالناس اصطدمت بنتائج عكسيه، فكان لازم يمشي رغم ان هو مدرب كويس قوي قوي قوي. خلاص. لما يجي حسام وابراهيم دول يعني مشهورين ان هم بيقدروا يعملوا حراك جماهيري، حراك لعيبه، واخد بالك انت. الحراك دوت بيعمل نوع من الانتعاشه شويه. هل هم هيقدروا يعملوا حراك جماهيري وانتعاشه في النتائج؟ دي تجربه جديده بالنسبه لهم. يعني انا يعني هم في موقف برضه حرج، لان مطلوب منهم نجاحات فوريه. حرس الحدود وتصدره للدوري حتى الان. حرس الحدود يعني طارق العشري بيجني ثمار الاعتماد على الناشئين وعلى نجم او 2 في الفرقه والباقي بيأدي. فكانت سياسه حرس الحدود ان هم ما بيشتروش بنجوم ولا بيشتروا ناس بالغالي، لكن طعموا الفرقه بقى لهم 2 3 ورا بعض كده اتطعمت. وبعدين عيد عبد الملك انتفض كده هو 2 3 مكي وعبد الغني وحليم. يعني الانطلاق مع الثقه في النفس. اعتقد ان هم ماشيين كويس قوي، بس انا شايف يعني المشوار طويل وما تقدرش ابدا تحكم عليه دلوقتي، لان البدلاء اللي عنده اقل من اللي موجود، وان الحفاظ على البطوله عاوزه قتال جامد قوي عليها. وهيبان بقى دلوقتي. انت لما احنا خدنا الدوري العام في الاولمبي في الستينيات، عاوز تاخد دوري عام اكسب اهلي والزمالك في ملعبه. يعني مثلا احنا خدنا الدوري مره، المحله خدت مره، ترسانه خدت مره، الاسماعيلي خد مره، اللي مقاولين خد مره. الفلتات دي اللي كانت جوه الانديه دي كانت في طفره فنيه، بحيث انك انت بتضرب الاهلي والزمالك في معقله وعندك. فهل اليوم لما الحدود لما يقابل الزمالك في استاد القاهره ويضربه او يضرب الاهلي، اقول لك هياخدوا الدوري. كابتن محمود بكر، اخيرا النادي الاهلي ومستواه، لازم اسمع رايك بقى، وانت دلوقتي بعيد عن قناه الاهلي فهتبقى يعني حر اكتر شويتين. لا انا جواها لغايه دلوقتي وانا برضه بقول وانا جوه يعني. وجوزيه والكلام اللي بيتقال حوالين الصفقات واللعيبه وجونيور والنبي، يعني ده رجاء شخصي، جونيور ده من عندي انا. انما كمان لغايه دلوقتي الاهلي ما ظهرلوش اي تدعيمات في فتره الانتقالات الشتويه، واذا كان جنش نسي الكوره امال ابو سعود عمل ايه دلوقتي؟ هو اللي انت قلته ده كله يتلخص في علامه استفهام. ان النادي الاهلي عمل صفقات بمبالغ كبيره وعنده لا زالت ثغرات في المراكز. يعني عندك باك يمين لما احمد فتحي يتعور او يتوقف زي ما حصل الماتش اللي فات مع الانتاج.
انت النهارده ما عندكش راس حربه تليق بالنادي الاهلي ان هو يقدر يخلص باستحواذه على الكوره المستمر. ما عندوش اللي بيقدر يخلص. لما عماد يعني مصاب والباقي كله ما هماش يقدروا يشيلوا. عبد الله السعيد فقط هو اللي دلوقتي اقدر اقول عليه الصفقه سماعي، واخد بالك، وهو متطور من مباراه لاخرى. ووليد سليمان على فترات. وليد سليمان يعني دايما اقول لسه يعني ما خدش اهات الجماهير. وليد سليمان عبد الله السعيد الى حد كبير جدا جدا فعلا نقدر نقول عليه صفقه ناجحه وهايله قوي قوي. شديد ان هو بيأدي زي ما السيد بيأدي. ففي صفقات النادي الاهلي فيها مش علامه استفهام، فيها رؤيه ما جاتش زي ما هم عاوزين. وسيد حمدي وجونيور. ما انا بقول لك اهو. ما انت النهارده لما تشتري لعيب وتكون انت مولع الدنيا عليه وين يجي وين يقعد على الدكه، طب ايه الدوشه دي كلها اللي كانت؟ فانت بتبقى يعني ايه ما بتدرسش اللعيب كويس. يعني ازاي؟ يعني انت عندك سيد حمدي ده كان نجم وهو وليد سليمان في بتروجيت. ليه؟ عشان بيلعبوا بحريتهم وبمزاجهم صحاب الفرقه. اللعيبه دي لما بتيجي في انديه كبيره وبتلتزم بناحيه خططيه، واخد بالك، ما بتعرفش، واخد بالك، عايز يتساب على راحته برضه. على راحته. في الانديه دي مفيش راحته، فبيروح. ده الكلام اللي حصل عند سيد حمدي وعند وليد. انت واخد بالك؟ فبالتالي انت لما تعوز تشتري لعيب لازم تعرف انك هتستخدمه كويس. زي عبد الله كده، الراجل عنده المهاره انه يفرض نفسه على وليد عنده المهاره اللي بيلعب الاول لنفسه وبعدين الفرقه. سيد حمدي بيلعب الاول مهاره لنفسه وبعدين الفرقه. فبتختلف. فاللي بيشتري ده ما يشتريش على غرار النجم اللي في ناديه، لا، هيعمل ايه ونفسيته ايه وسلوكياته ايه ومين هيلعب جنبه ومين 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 والكلام من ده. طب وجونيور اللي بيلعب لنفسه ولا لناديه؟ لا، جونيور ما اعرفش يعني ايه. يعني مش عاوزين نتكلم عشان قدام سمعت حرام. واخد بالك؟ كابتن بكر، اخيرا قبل ما اسيبك، فرص الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا شايفها ازاي؟ لما نشوف هيقف انه قرعه الاول في التمهيدي مع مين الاول. الزمالك نازل مع سيمبا التنزاني مع يانج افريكانز التنزاني، والاهلي هيبتدي من دور ال 32. هو مستر جوزيه بيجيد اللعب مع الافارقه كويس، واخد بالك، وبيقدر يضحك عليهم. هنشوف حسن شحاته اللي هو طبعا عنده خبره افريقيه كبيره بس مع المنتخب. انت واخد بالك انت. انا شايف ان نادي الزمالك السنه دي، لو نادي الزمالك ما علمش في السنه دي في الظروف اللي هو فيها دي، واخد بالك، هيبقى صعب اي حاجه. لان الزمالك دلوقتي الظروف كلها خدمته، جاله الرئيس اللي بيصرف، عنده جماهيريته، عنده مدير فني كويس، عنده مجموعه كويسه. يعني ما فيش عند الزمالك اي حجه دلوقتي، واخد بالك. النادي الاهلي بيقدر يجيد وهو وحش، لان عنده لعيبه بتقدر تأدي اداء جماعي، تقدر تمسك الماتش رغم ثغرات كتيره، ودي حاجه يعني خبرتهم اللي بيلعبوا بيها. فلا زال النادي الاهلي في افريقيا يقدر يصمد. حسن شحاته هل هينطلق ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هنقدر نشوفه يعني. وهل الصفقات اللي جابها هتنجح؟ واخد بالك؟ هل الناس اللي هتقعد على الدكه هتقعد ساكته زي ما الاهلي بيقعدوا ساكتين ولا ايه بالظبط؟ هل هيحصل قلق ولا هيحصل هدوء؟ كل دي عوامل نجاح وفشل. عندي قبل ما اسيبك بقى كابتن بكر، زمالكيستا بيقول لك سلامنا كبير للكابتن بكر ومحمد موسى ومجموعه كبيره من المستمعين اللي معانا سواء على الفيسبوك او على الشات الخاص بجوله فام بيسلموا عليك كابتن بكر، ويعني بيقولوا لك عايزين نسمعك قريب ان شاء الله. كابتن محمود بكر، اشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا ومنورنا على جوله فام راديو. متشكرين جدا، كل سنه وانت طيب. وانت طيب.